مرحبا يا شباب. كلياتنا شفنا الأسبوع الماضي اللي صار بالمخيمات بإدلب، وصار فيضان وفاض المي وغرق المخيمات كلها. شفنا مقابلة على قناة سوريا عم يحكي مع حدا بهذا الموضوع. هي ما راح احكيها يعني بصراحه. يعني بالمنطق يعني ما فيني احكيها، ما فيني ليه احكيها. ليه؟ ما راح احكيها. يعني عندهم مشكله هم اهالي المخيمات؟ لا ما عندهم مشكله اهالي المخيمات. فنحن فعليا في ناس ما حبت تطلع من المخيم، هذا لازم نعرفه. في ناس ما بدها تطلع. يعني انا اليوم في ناس من اهالي المخيمات ما بدهم يطلعوا؟ ما بدهم يطلعوا، ما بدهم يتركوا المخيمات؟ لا ابدا. ليه؟ يعني في حدا عم بيقول انه اخي انا هون مرتاح، في حدا ما عنده بيت، يعني ما عنده بيت، ما عنده مكان ثاني يروح عليه. واللي الفئه الثانيه غير اللي ما عنده بيت؟ اللي ما عنده بيت هو خلص بيقول لك هون انا يعني خلص استقريت وماني حابب اغير، وصار عندي جيراني هون ونحن كل نهار رفقاتنا. في ناس مبسوطة، هي يا أخي مبسوطة قاعدة بالعراء. بيجي عليهم ضبع بيهجم بياكلون أولادهم، بينزل ثلج بالتعب اللي نفضوا، بينزل مطر بالتعب أبوهم، بتصير عاصفة هوائية بالتعب اللي نفضهم. مبسوطين إن أخي قاعدين ما بدهم يطلعوا من المخيم، يعني ما بدهم يعني صار أنت يعني تجهز لهم بيت مثلا، مجهز لهم بيوت ومدري شو كذا، بقول لك والله ما بدنا نطلع، والله نحن أولدنا بالخيمة بدنا نضل بالخيمة. يعني ما في حدا بيتمنى الشقاء، يعني في حدا يتمنى يقعد هيك قاعدة، يعني إنه في ناس ما بدهم يطلعوا أوكي، في ناس ما عندهم بيوت أوكي، بس إذا بتأمن لهم مكان أحسن أكيد بيطلعوا يعني. والله تعودنا، صار عندنا رفقات. اي والله صرت رفقات انا والقطيع ذئاب، يعني صرنا صحبه نحن وياهم، يعني كل شوي بيجوا بدهم ياكلوا اولادنا يعني. يا راجل يعني. جيت من الرباط هيك ما صلينا ما اكلنا، نحن ما عرسات نحن. أب شفر يا رجل. نحن عرسات من 2011 14 سنه بالجبل، خروا على السوار، العالم صارت على كتافنا، السوان عم تبكي، اولاد عم يصيحوا يا الله، يعني شيء بجنن. نحن من 2011 شو لك؟ شو نحن من 2011؟ نحن من 2011 على الرقاب. من 2011 نحن شو اسمعك شر البلية ما يضحكوا. كلياتنا بنعرف انه في عدد من السوريين موجودين بمصر، ففجأة هيك فجأة يعني ما كان في شيء، فجأة من غير سابق انذار يطلع قرار بترحيل السوريين. لا، شو سبب هالقرار؟ يعني ما حدا بيعرف شو سبب هالقرار يعني. طبعا الشعب المصري مغلوب على أمره، بيطلع بيحكي